ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ معلش بقى ايه هنوظف بعض كده في الشكل ده. أنا مش قصدي ان انا ابقى هاكر ولا حاجه، بس عشان ايه يعني تربيه عسكريه خلتني شبه افاتار. فالموضوع لا يحتمل اي تنمر يعني. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ بقالنا فتره ما اتكلمناش عن اي حاجه لها علاقه بالتابلت خالص، بس الحلقه دي مهمه جدا لاي حد كان حاول يهكر التابلت قبل كده وعمل اللي انا كنت بحذره منه، ووقع في مشكله ان التابلت بتاعه ظهر عليه رساله بالاحمر كده. هوريها لكم دلوقتي على التابلت ده. الرساله اللي هي بيقول لك كاستم باينري لوجد، هتلاقيها ظاهره فوق كده بالخط الاحمر ده. الكاميرا بس تعمل فوكس هنا. الرساله اللي ظهرت واختفت دي اكيد هي نفس الرساله اللي ظهرت عندنا كلنا يعني. ففي الحلقه دي هعرفك كده بسرعه ازاي تقدر تحل المشكله دي. تركز معايا كويس جدا في الشرح، ما دام انت ما عرفتش تركز في الشرح بتاع الاختراق وحصلت لك المشكله دي، خلينا نركز في الشرح بتاع حل المشكله. تمام؟ في 3 ملفات بالظبط هنحملهم، هقول لك عليهم في خلال الشرح برضو. ضروري جدا ضروري جدا انك تشوف الفيديو ده للاخر، وحتى بعد ما نحل المشكله هعرفك ايه الخطوه او الاجراء اللي لازم تعمله عندك على الجهاز عشان المشكله دي ما تظهرلكش تاني. وطبعا هتنزل تعمل لايك للفيديو في الاول واشترك في القناه وتقول لي رايك في الكومنتات لو المشكله اتحلت معاك ولا لا، ولو عندك اي مشكله تانية انزل اكتبها لي في الكومنتات برضو، وان شاء الله مع بعضينا هرد على كل الكومنتات. وفي حاجه مهمه، لو انت بتتفرج عليا ومفيش جنبك جهاز كمبيوتر او لابتوب تقدر تطبق منه الشرح، فاقفل الفيديو دلوقتي، انزل لاي سايبر جنبك كده، اي مكان يكون فيه جهاز كمبيوتر ويكون فيه نت، ويكون معاك وصلة الشاحن اللي هي اللي بتنقل بيها بيانات، وصلة الداتا بتاعت الشحن، وصلة الشحن العادية جدا. لازم توفر معاك ال3 حاجات دول طبعا، غير ال3 برامج اللي هقولك عليهم عشان تقدر تطبق الشرح. هنركز مع بعض كده، واول حاجة نحتاجها زي ما قلنا كده هي طبعا التابلت، ومعانا هنا وصلة شاحن بتاعت شحن التابلت. يعني هي تختلف عن اللي معاك، بس الوصلة اللي معاك تنفع، اللي بتيجي مع الشاحن عادي مع التابلت. وطبعا جهاز لابتوب او كمبيوتر يكون عليه نت عشان نقدر نحمل الملفات اللي اتفقنا عليها. اول ملف عندنا هنا هو ملف الفريم وير اللي هيشغل التابلت، يعني السوفت وير بتاع التابلت يعتبر. هنختار الملف ده بناء على ايه؟ ما بين كل التحديثات اللي نازله للسوفت وير بتاعه، وما بين كل الابديتس اللي هتلاقيها. نختار الملف ده والاصدار بتاعه بناء على ايه؟ هوريك دلوقتي. اول حاجه هتروح للتابلت، تفتح التابلت الاول. طبعا الموقع ده هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف. افتح التابلت الاول ازاي؟ هتخش على هتدوس على زرار الباور مع زرار اللي بيوطي، الاتنين دول مع زرار الهوم، 3 في نفس الوقت. تفضل ضاغط كده لحد ما يجيلك الشاشة دي. هتضغط ايه؟ يقول لك فوليوم اب كونتينيو، اضغط على الزرار اللي بيعلي الصوت، هيدخلك على صفحة اللي هي داونلود مود. تمام؟ هتلاقي ظاهر لك هنا فوق ايه في الداونلود مود؟ خط صغير كده، لو ما ظهرش في الكاميرا هسيب لكم صورته على الشاشه. المهم الكلام ده بيقول ايه؟ اللي يهمنا في الكلام ده ايه؟ اول حاجه هو برودكت نيم اللي هو اسم الجهاز، لازم نكتب نفس الاسم ده بالظبط على جوجل، واحنا بنختار السوفت وير من الموقع ده او من اي موقع تاني. وحاجه هنا اللي جنب حرف البي، الرقم اللي جنب حرف البي. هنا عندي الرقم 7. وانا ببحث عن الفريم وير هقول لكم ازاي لازم يكون الرقم ده موجود في الموديل بتاع السوفت وير. هنيجي هنا بعد ما بحثت طبعا وصلت لرابط الموقع ده، اللي هو غالبا هو نفس الموقع اللي احنا كلنا هنجيب منه السوفت وير، وهو نفس المشكله اللي هتقابلنا كلنا، هو البي 7 ده. لو قابلك بي 6 برضه هتكتب هنا وتبحث عن بي 6. هتتاكد ازاي ان هو ده المطلوب اللي احنا عايزينه؟ لو ركزت هنا كده هتلاحظ في الاي بي فيرجن بعد الاكس اكس، او بعد اسم الجهاز اسم الموديل الرقم بتاعه، بعد كده اكس اكس وحرف اليو، تلاقي ظهر بعدها رقم 7. رقم 7 ده هو اللي بيكون اللي شفناه من شوية في حرف البي. رقم 7 اللي هنا ده هو اللي احنا شفناه من شوية على التابلت في حرف البي، او رقم 7 اللي احنا شفناه هنا جنب حرف البي هو نفسه رقم 7 اللي هيكون في رقم الموديل او الفيرجن بتاعه. طبعا لو ظهر لكم رقم تاني هتقوم جاي على جوجل وتكتب الموديل بتاع الجهاز، وبعد كده تكتب يو والرقم اللي موجود هنا. يعني دي الطريقة اللي هنبحث بيها على الموديل. لو هو رقم 7 فانت هتخش على رابط الاسباق في الوصف تحت، وهيفتح معاك هو نفس الاصدار اللي احنا عايزينه. لو البي جنبها رقم تاني غير رقم 7 هتخش على جوجل هتكتب التي 585 ده اللي هو الموديل بتاع الجهاز، وبعد كده تكتب اكس اكس يو والرقم اللي ظهر لك جنب حرف البي. جالك 6 اكتب 6، جالك 7 اكتب 7.
او لو جالك 7 خش على رابط اللي في الوصف اللي هو نفس الموقع اللي انا حملت منه ده، وهتخش هنا كده على انا لست برنامج روبوت، وتأكدها يعني تشغلها كده، وتعمل جنريت داونلود لينك. طبعا لو عندك اد بلوكر زي ما ظهر عندي كده تخش تقفله. تمام، لو عندك اد بلوكر هتخش تقفله. لو قفلت الاد بلوكر ولسه المشكله دي موجوده، يبقى احسن لك تروح تجرب براوزر تاني. يعني بدل جوجل تقوم مثلا فتح مايكروسوفت ايدج او فايرفوكس او اي براوزر تاني. هيحمل معاك ملف مساحته حوالي 2 جيجا ونص. ده اول حاجه هنستخدمها، هو السوفت وير اللي هنحمله اللي نصلح بيه المشكله بتاعه الجهاز. تاني حاجه اسمها سامسونج اندرويد يو اس بي درايفر. ده اللي هو بيخلي الجهاز الكمبيوتر يتعرف على اجهزه سامسونج عن طريق الوصله بمنتهى البساطه. برضو هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف. هتنزل هنا كده تضغط على السطر ده كده، هيحمل معاك ملف مساحته 37 ميجا، مش كبير يعني. هتسطب بعد كده الملف اللي هينزل عندك على الجهاز وبس كده، وتكمل الشرح. تالت حاجة وآخر حاجة هو بملف اسمه أو برنامج اسمه برنامج الأودن. ده اللي بيستخدمه عشان نعمل سوفت وير لأجهزة سامسونج. هتكتب أودن في جوجل، وبعد كده هتخش على أول عملية بحث أو أول نتيجة بحث، وتحمل أي فيرجن من دول عادي. وبرضه هسيب لك لينك أول ما تضغط عليه في الوصف هيبدأ على طول تحميل معاك الملف اللي هتفك الضغط بتاعه، وبكده يبقى يكون عندك البرنامج. هنفتح هنا كده الملفات اللي احنا حملناها. اول حاجه هو ده اللي فيه يو 7 اللي هو السوفت وير، وعندنا برنامج الاودن، وعندنا السامسونج يو اس بي درايفر اللي هو التعريف بتاع سامسونج. وهنا ده تعريف تاني او سوفت وير تاني كنت محمله برضو، بس لجهاز كانت المشكله اللي فيه يو 6. فهتلاحظ هنا في الاسم مكتوب يو 6. عارف ظاهرة قدامكم على الشاشة ولا لأ في الكاميرا، بس هي مكتوب هنا بدل يو 7 يو 6. طبعا فكينا الضغط عن ده، وبرنامج الاودن برضه هنفك الضغط عنه. نضغط كليك يمين عليه وبعد كده استخراج. هيظهر لنا هنا الفولدر بتاعه، وهنخش هنا على اليو اس بي درايفر نعمل فيه نفس الكلام، ونخش نسطبه. ده اول حاجه هنسطبه طبعا اللي هو التعريف. طبعا انا مسطبه عندي، فانت هتفتح هنا ونكست نكست وخلاص، يعني كانك بتسطب اي برنامج. والاودن هنفتحه على طول، هو مش محتاج تسطيب. تمام، نقول له اوكي. هنيجي هنا بقى للخطوه المهمه، نخش ندوس على اي بي. هيقول لنا هنا اختار الملف اللي انت عايزه. هنا بقى هيجي دور الملف الاولاني خالص اللي احنا حملناه، وهو ملف السوفت وير. هتروح تجيب ملف السوفت وير من عندك مع الجهاز، الفولدر بتاعه، وتخش عليه، وهتخش على الملف اللي اوله اي بي، هتقوم مختاره. تمام، هيستنى شويه يحمل لحد ما يظهر اسمه هنا كده، اسم الملف. طبعا على ما تستنى الملف ما يحمل كده، ممكن تنزل تشترك في القناه وتفعل الجرس وتكتب لي كومنت جميل كده، ونكمل مع بعض. دلوقتي هتلاقي ظهر عندك كده هنا اسم الملف. تمام. الخطوه اللي بعد كده ان احنا هنروح للتابلت. سيب بقى اللابتوب كده، هنروح للتابلت هنا وهو لسه على نفس الصفحة. هنقوم موصلين فيه الوصلة بتاعة الشاحن، وهنركب اليو اس بي في اللابتوب. هتلاحظوا هنا حاجة كده، أول ما نوصل التابلت واللابتوب ببعض هيظهر هنا كده. طبعا أنا التابلت دلوقتي سايبه زي ما هو على جنب متوصل بس في اللابتوب، ومش هقرب له لحد ما نخلص بقى باقي الخطوات. هتظهر هنا كده حاجة اسمها سي او ام. ده معناه ان التابلت اتوصل. اول ما تظهر عندك الخانه دي كده، هي اول ما يفتح برنامج متبقاش موجوده، واول ما توصل التابلت ويستنى شويه كده هو يحس التابلت يقول لك ان هي ايه، اتوصل. واللي هتعمله هنا دلوقتي انك هتقول له ستارت. ومن الخطوه دي كل اللي انت هتعمله انك هتستنى. اللي جاي كله شغل الكمبيوتر مع التابلت. وطبعا ما تقربش من التابلت، وما تحاولش انك تهزه ولا تهز الكمبيوتر، وسيب كل حاجه على حالها. لو هنبص هنا على التابلت هتلاقيه بدأ يحمل هو كمان كده، في شريط ظهر عليه هنا كده بدأ يحمل، واللابتوب كذلك. فالعملية دلوقتي دي ممكن تاخد لها كام دقيقة كده، فبراحتها يعني، سيبه براحته خالص لحد ما يخلص. تمام، ظهر قدامنا دلوقتي ان التابلت عمل ريستارت. هنسيبه زي ما هو طبعا، بما اننا ما قربناش منه اصلا، فهو غالبا كده خلص. حتى كمان هتلاقي ظاهر على التابلت عمل ريستارت، وظهر على الشاشة بتاعة اللابتوب
ايه انه نجح، كلمة باس اللي فوق دي. هنسيبه زي ما هو، مش هنقرب برضو لأي حاجة لحد ما التابلت يفتح لوحده خالص، وبعد كده نكمل باقي الخطوات. طبعا ضروري انك تكمل معايا للآخر عشان نعمل الإجراء اللي في الآخر اللي هو هيمنع ظهور المشكلة دي تاني. هنا بدأ التابلت يجيب معانا اهو أي بيانات على الشاشة. طبعا أول حاجة جه يقولها إن هو الشاحن بطيء، فيعني عادي براحته، المهم إن هو يشتغل. بدأ في عملية تسطيب الابليكيشنز، بدأ إن هو يفتح، وهيفتح عادي جدا كأنك عملت له سوفت وير. فهنمشي معاه في الخطوات هنا. سيبك من الشاحن ده. تم إجراء محاولة غير مسموح بها لإعادة ضبط المصنع ضبط جهازك المستقبلي. اتصل بشبكة واي فاي لوحدك تحقق من هويتك. تمام، نحاول نتصل بشبكة واي فاي هنا. تمام، وصلت هنا بشبكة تليفوني، وبعد كده هنخش على التالي. هنقول له قراءة تمام، نوافق كده نخش على التالي. تخطي تخطي. ده كله بس عشان التابلت يفتح. اول ما يفتح بقى هنبتدي ان احنا نعمل تخطي هنا. نبتدي ان احنا نعمل بقى الخطوة المهمة جدا لازم عشان ما تحصلش المشكلة دي تاني. انهاء. المفروض كده ان الجهاز فتح معانا اهو، نسخ المحتويات من الجهاز القديم. المفروض ان هو كده بيرجع لنفسه البيانات بتاعته قبل ما المشكلة دي كانت تحصل. الخطوة بقى المهمة اللي لازم نعملها اول ما التابلت تشتغل هي ان احنا هنروح على الاعدادات وهنفعل وضع اللي هو مطور البرنامج. نخش على معلومات البرنامج. نخش على معلومات البرنامج ونيجي على مرقم الإصدار ونضغط عليه كده لحد ما يقول لي إن أنت على خطوة واحدة من تفعيل مطور البرنامج. وهنا كده هنكتب النمط أو هنرسم النمط بتاعنا، وبس تم تفعيل وضع مطور البرنامج. هتسحب دي كده، المفروض يبدأ يظهر لك هنا. ممكن تقفل الإعدادات تفتحها تاني عشان يظهر لك. تفتح هنا دي تحت خالص كده ظهر لك خيارات المطور، تخش عليها وهتنزل تحت لحد هنا إلغاء قفل الشركة المصنعة للمعدات الأصلية، أو بالإنجليزي ال OEM، وجملة جنبها. فأنت خليك في التابلت عربي زي ما هو ونفذ معانا الخطوات بالظبط. هتيجي هنا تقوم قافل دي أو فاتحها، معلش هي بتكون مقفولة فأنت تكون فاتحها كده، تأكد إنها اتفتحت. تفعيل. تمام، فعلنا الميزة دي، فالمفروض كده إن المشكلة دي إن شاء الله ما تتكررش تاني مع جهازك. بس وبكده نكون حلينا المشكله. لو طبعا نفذت الخطوات معايا خطوه خطوه وحصلت لك اي مشكله اكتبها لي تحت في الكومنتات عشان نعرف انت وقعت في انهي خطوه ونبتدي نحلها سوا. لو الموضوع اتحل معاك والفيديو نجح معاك في انه يحل لك المشكله، طبعا عرفني برضو في الكومنتات، وما تنساش انك تشير الفيديو ده مع باقي الناس اللي حصل معاهم نفس المشكله عشان نحل المشكله دي للناس. ولو انت وصلت لحد هنا في الفيديو فانا بحييك جدا. طبعا مش محتاج اقول لك لو استفدت من الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس وشير الفيديو ده مع الناس اللي فعلا محتاجاه، واشوفك في فيديو جديد. السلام عليكم. يا اسطى التابلت عشان بدأت اشغله هيصيح بقى كل شويه اشعار اشعار وهيصدعنا. الله ارجع بوظه تاني. شركة وي ما صدقت فتحته. هاتوا الفلوس. بقاله شهور ده.